اللي داخلين اولى جامعه يتجمعوا هنا بسرعه. بجد عاوزه اتكلم النهارده معاكم على شويه حاجات المفروض بس ان انتوا تكونوا عارفينها يعني، او حاجات برضو ما تعملوهاش عشان بس ايه ما يضحكش عليكم بعد كده او يحصل لكم حاجات او تجارب مش لطيفه. اول حاجه، اول يوم جامعه مش بنضطر ان احنا نروح بحاجات كتير او مثلا نروح بشنط كتير او شنط كبيره. طبعا اللي في كليه طبيه مش هيلبس البلطو من اول يوم ومش هيروح بالسبلايز بتاعته او اللي هي الحاجات اللي الجامعه طالباها زي مثلا سماعه او بلطو او حتى سكراب في بعض الجامعات. الكلام ده مش هيبقى موجود. طبعا انت اول يوم بتروحي مثلا نوته صغيره كده معاكي وشنطتك العاديه الصغيره دي، وكمان بيبقى معاكي قلم وعلبه مناديل وبيبقى مثلا معاكي ازازه ميه او بيبقى معاكي ازازه ميه، ومش بتضطروا ان انتوا تاخدوا حاجات كتيره جدا. بعد كده عاوزه اقول لكم كمان عن طريقه اللبس او كده. عادي ان انت تلبسي اي حاجه انت عاوزاها طالما انت مش في سيكشن او مش في العملي بتاعك، بتلبسي اي حاجه او ما انتش نازله مستشفى مش بتضطري ان انت تلبسي اي حاجه فورمال، بتلبسي مثلا لبس زي اللي لابساه عادي ده. بالنسبه لللبس يا ريت تلبسي حاجات مريحه، ويا ريت تلبسي حاجه مريحه تريحكم وتكون مناسبه ليكم وتكون مناسبه لجسمكم عشان تكونوا ماشيين كده مرتاحين، وتكونوا دايما لو انتوا بتتحركوا كتير او طبعا الجامعه او السكاشن بيبقى فيه حركه كتير جدا، فانت هتحتاج ان انت تكون مرتاح في اللبس بتاعك. فيا ريت تلبسوا حاجه او خامه كويسه، وخاصه ما الهدوم اللي هي القطن وكده لازم تلبسوا مثلا هدوم كويسه عشان تبقى مريحه ليكي. وانت يعني بلاش تلبسوا مثلا هدوم ضيقه وانتوا نازلين وكده هتبقى مضايقاكم. خلوا الحاجات دي للخروجات العاديه، لكن في الجامعه مثلا خلي لبسك مريح. تمام. بالنسبه بقى للكورسات في اول سنه جامعيه، يعني مثلا بشوف ناس ايه الكورسات اللي انا اخدها في اولى جامعه، ايه الكورسات اللي انا لازم اخدها. وفي ناس مركزه على كورس الانجليزي، ان انا لازم اخد كورس انجليزي لو انا في سنه اولى او انا داخله سنه اولى فلازم اخد كورس انجليزي. الموضوع ده يعني حابه اقول لك ان هو غلط، وانه اصلا معظمها بتبقى كورسات يقول لك انها كورسات معتمده. ازاي يا فندم؟ ده ب 250 جنيه، ده تحت بير السلم يا فندم. يعني ازاي ب 250 جنيه معتمد؟ يعني حضرتك بتتكلم في ايه؟ طبعا حابه اقول لكم ان معظم الكلام ده نصب، هو نصب. الا اذا كنت مثلا عارف ان الكورس ده مش قد كده بس انت داخله عشان بس تاخد فكره عن الموضوع بس وبعد كده تاخد كورس اعلى، فمش مهم. فيعني كويس لك ما تاخدوش، لا جربوا برضو. لكن بقول لكم الكورسات في اول سنه بتبقى نصب، او الكورسات اللي الناس بتقعد تقول لك لو انت داخل اولى جامعه ومش عارفه ايه، ده نصب. الا اذا كان كورس مثلا مصطلحات طبيه هتاخده مثلا من على اليوتيوب او من على اي موقع مجاني او اي مثلا كتاب هتذاكر منه. وشوفوا برضو الفيديو اللي انا عملته عن المصطلحات الطبيه وعن الكتب اللي انا رشحتها لكم، وباذن الله هتفيدكم جدا لو انتوا داخل كليه طبيه. فشوفوا الفيديو على الاكونت. بالنسبه للعلاقات والصداقات في الجامعه، يا ريت يا جماعه بلاش حوار اللي هو لازم اتعرف على كل الناس ولازم تتعرفي ولازم تعملي علاقات. انت في فتره الجامعه ما يهمكيش غير 3 حاجات. اول حاجه دفتر المحاضرات بتاعك والمحاضرات بتاعتك، واللي انت تحضري المحاضرات دي وتحضري وتشتري الكتب بتاعتك، وثالث حاجه 3 وجبات في اليوم. ده حاجه اساسيه معاكي. لكن بقى انك تتعرفي على كل الناس وكل الناس دول صحابي، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، ومش كلهم بيبقوا سالكين. ركزي انك تنقي ناس سالكه وناس كويسه وناس محافظه على دينها وناس مش عندها الغلط مباح وكل حاجه عادي. لان في ناس كتير هتقابليهم في الجامعه كل حاجه عادي، وهتلاقي حاجات كتير ما محدش شايف حد بقى. هو بابا وماما معاكي في الجامعه؟ لا اكيد مش معاكي في الجامعه. فهتلاقي في ناس كتير بتعمل حاجات غلط، فمالكيش دعوه بيهم، وحاولي تنقي اصحابك كده بملقاط. واخده بالك انت؟ عشان في ناس كتير مش كويسه. وحاولي بقى تتجنبي، يعني مالكيش دعوه مع حد بحد، يعني ما تخشيش في صراعات مع حد. انت مثلا فلان دي مش كويسه تجنبيها، ما تتكلميش عليها، ما تقوليلهاش مثلا انت بتعملي كذا او ما بتعمليش كذا. كل واحد حر، هي حره في نفسها وانت حره في نفسك. فالصديقه اللي مش كويسه او الشخص اللي مش كويس نبعد عنه في كل هدوء وفي كل بكل سلام وهدوء كده. ما نتكلمش، ما نقعدش نتكلم كتير حتى مع الناس ولا كده. هتسالك عن حد قولوا له كويس. مش عايزه تتكلمي عن حد بطريقه وحشه، ما تتكلميش خالص، لا اما ما تقوليش اي حاجه عن حد. ده اول حاجه. بالنسبه بقى لتالت اهم حاجه معانا في الفيديو ده النهارده، وهي الحب والارتباط في الجامعه، لانه شائع جدا. حابه اقول لك ان انت مالكيش في الجامعه غير 3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم، وما تتكلميش او تدخلي في علاقات كتير مع الناس. ويستحسن يعني ان انت تكوني منع الاختلاط تماما، او ان انت تكون الاختلاط بتاعك ده او التعاون بتاعك ده يكون سطحي. في حدود مثلا التعامل او في حدود النظام اللي احنا فيه، فاهماني؟ اللي هو ايه النظام اللي احنا فيه؟ مثلا شغل في الجامعه مع بعض، محاضرات، كلام من ده، هناخد حاجه من بعض في حدود التعامل وحدود الادب، تمام. غير كده بلكي او بعيدي خالص، مالكيش دعوه بالناس دي، او ما تاخديش الحيز ده خالص، ما تاخديش الجنب ده لانه مش كويس وهيسبب لك حاجات كتير. واهم حاجه عايزاكم تاخدوها في فتره الجامعه ان انتوا تكونوا دايما عارفين ان فتره الجامعه فتره مهمه جدا في حياتكم، لانها بتحدد السنين اللي جايه. يعني ايه بتحدد السنين اللي جايه؟ بتحدد اذا ما كنت انت عامل خطه لمستقبلك ولا لا.
ولا انت داخل كده وخلاص تقضي سنين الجامعه، بعد الجامعه بقى مستنيك ايه؟ فانت لازم تكون عارف ايه اللي هيستناك بعد الجامعه، وتكون مخطط وعندك خطه واضحه، ويكون عندك اهداف وعندك حاجات انت عاوز تعملها بعد الجامعه. ما يكونش كده داخل وخلاص اي كلام وخلاص، فاهمني؟ فاهم حاجه تكونوا في فتره الجامعه ملتزمين، وتكونوا عارفين ان انتوا تبنوا حاجات كتير وتاخدوا كورسات وتطوروا من نفسكم، ولكن في حدود الادب وحدود عدم الاختلاط مع حد، والبعد عن اي شخص غير محترم او عن اي شخص غير سوي نفسيا، لان ده مهم جدا بالنسبه لك كبنت ومهم بالنسبه لك كولد، لانه بيحدد مستقبلك بعد كده، وبيحدد انت عاوز تبقى ايه، او انت بتفكر ازاي، او اللي هي وجهتك للمستقبل هتكون ايه. وهيحدد برضو هيكون بيبني الشخصيه دي دلوقتي، يعني الشخصيه بتاعه المستقبل اللي انت عاوزها هتكون بتبنيها في فتره الجامعه. فركزوا فتره الجامعه مهمه جدا، مش ان احنا نضيعها في اي كلام وخلاص. بالنسبه للتقدير والجي بي اي، الجي بي اي والتقدير مهمين، ويا ريت نركز عليهم في اول سنه او اول سنتين، لان اول سنه او اول سنتين من المجال بتاعك بيكونوا سهلين شويه، وهتقدر تعلي الجي بي اي بتاعك. بعد كده بقى الدكاتره قالوا لنا ايه، والدكاتره اللي موجودين جوه الكليه قالوا لنا لو انت اتنططت كده عشان تعلي الجي بي اي بتاعك، سواء كنت في ثالثه او في رابعه والجي بي اي بتاعك ما كانش عالي في اولى وفي ثانيه، طبعا الجي بي اي بتاعك مش هيعلى لو انت عملت ايه حتى. طبعا حتى لو علا مش هيعلى زي الناس اللي كانت بتذاكر من اولى وثانيه والجي بي اي بتاعهم عالي، حتى لو هم بيسجلوا مواد زياده. فانت ركز وما تسمعش كلام اي حد يقول لك الجي بي اي مش مهم وبلاش تذاكر، والجامعه يعني بتذاكر واحنا في المواصلات وبننجح ومش عارفه ايه الكلام ده كله مش عايزه اقول في ايه يعني، بس مش صحيح. تمام؟ فيا ريت تذاكر من اول السنه كده وتجيب جي بي اي عالي، عشان الجي بي اي ده هينفعك بعد كده. بقى كنت كليه مثلا طبيه عايز تقدم في اي مثلا مستشفى، في مستشفيات بتقولك مثلا التقدير يكون من كذا لكذا، في مستشفيات بتقول كده، وفي مثلا فرص بتكون الجي بي اي بتاعك لازم يكون اعلى، زي مثلا انك تكون معيد في الجامعه او دكتور في قلب الجامعه، بعد كده بتاخد الطريق الاكاديمي لازم الجي بي اي بتاعك يكون عالي. فاللي بيقول لك تقريبا ان الجي بي اي مش مهم وان الجي بي اي مش عالي وكده، تقريبا لو ناقص درجه او درجتين والجي بي اي بتاعه قل بيقعد يعيط ساعتين. فمالكش دعوه بحد، وشوف انت عاوز ايه من البدايه، وحدد نفسك انت عاوز ايه، حدد اهدافك يعني انت عاوز ايه. اعملوا لايك للفيديو ده وشيروا الفيديو ده لاي حد داخل اولى جامعه، او اعملوا لهم منشن تحت في الكومنتات، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، او تابعوا الاكونت باذن الله عشان في حاجات جديده باذن الله توصل الفتره اللي جايه، وشوفوا الفيديوهات اللي على الاكونت ممكن تفيدكم باذن الله. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.